أنت المعد بكل ما يتوقع. ده بقى للنظام الاجتماعي تحت الحكم العثماني في مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية كان عامل ازاي؟ المجتمع كان مجتمع طبقي، يعني في طبقات، ده مش جديد. يعني في ناس حكام وناس محكومين. مين هم الحكام؟ الحكام دول كانوا اتنين. اول ناس طبعا الاتراك دي اللي هي الدولة العثمانية، ليها اسم تاني طبعا الباب العالي، ومقرهم في تركيا، في تحديدا الأستانة. كويس جدا. طيب، وكان معاهم برضه من ضمن الناس الحكام اللي هم المماليك. دول كانوا عايشين في عزلة تماما عن باقي طبقات المجتمع. طيب، المحكومين هنقسمهم اتنين: طبقة وسطى اللي هم المشايخ والعلماء والتجار. يعني ايه وسطى؟ يعني بيتوسطوا اللي تحت واللي فوق، في النص كده. والطبقة الوسطى دي ليها اسم تاني، الطبقة البرجوازية. تمام. الطبقة بقى اللي تحت خالص اللي هم عامة الناس، اللي هي الطبقة الدنيا، اللي هم صغار الفلاحين او الفلاحين عموما، والحرفيين وعامة الناس. تمام. والطبقة دي انتشر ما بينها الجهل والخرافات، وابتدوا ان هم يلجأوا للسحر. فما كانش فيه علم، العلم كان قليل جدا. العلم كان قليل وكان موجود في الازهر. طيب، يقول لك بقى قبل قدوم الحملة الفرنسية لم يوجد علم على الإطلاق؟ لا، كان في بصيص من العلم، يعني قليل من العلم كان موجود في الأزهر الشريف. تمام كده؟ ده بالنسبة للنظام الاجتماعي. يبقى النظام الاجتماعي كان نظام طبقي. تمام كده؟ النظام الاجتماعي كان الحكام فيه عايشين في عزلة. النظام الاجتماعي ما كانش فيه اندماج وانصهار ما بين الطبقات، لا، كان فيه عزلة، كان فيه فرقة ما بين الايه، ما بين الطبقات. كان المجتمع طبقي. تمام كده. بالنسبة بقى للنظام السياسي، والنظام السياسي ده عايز اقول لك ان هو فيه كلام كتير جدا وحلو جدا. يلا بينا. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد بكل ما يتوقع. طيب، النظام السياسي، نظام الحكم تحت الدولة العثمانية، كان قايم على 4 حاجات. طيب، لازم تعرف ان الدولة العثمانية دي اللي هو بيمثلها السلطان العثماني كان عنده ممتلكات كتيرة جدا، كان عنده دول كتيرة جدا بيحكمها، من ضمنهم مصر. طبعا السلطان العثماني مش هيقدر يكون متواجد في كل دولة بيحكمها، فكان بيعمل ايه؟ كان بيبعت ادوات تبعية للنظام العثماني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كان بيبعت من الاخر كده ممثلين عن الدولة العثمانية، والممثلين دول كانوا هم 4. كانوا هم كام حاجة؟ 4. والأربعة دول اسمهم أدوات التبعية العثمانية. طيب، أول واحد اللي هو الوالي العثماني، اللي هو نائب السلطان. مفروض يعني إن نائب السلطان ده اللي بيمثل السلطان، الحاكم اللي موجود، اللي بيرجع للحاكم الأكبر منه اللي هو الدولة العثمانية أو السلطان العثماني. حلو أوي. ده أول حاجة، الوالي العثماني، وهنتكلم في قصته. تاني حاجة الديوان. تالت حاجة الحامية العثمانية. رابع حاجة اللي هم المماليك. تعال نتكلم كده على حاجة حاجة. أول حاجة الوالي العثماني ده كان قصته إيه؟ قصته إن الراجل ده ما كانش حاسس بالأمان. يعني إيه ما كانش حاسس بالأمان؟ يعني هو كان بيجي يقعد يا إما سنة يا إما 3 سنين، وكان مصيره حاجة من دول: يا إما يتعزل، تمام، يا إما يتقتل، يا إما يختلس ياخد فلوس ويهرب. طب نيجي بقى للعنصر التاني. العنصر التاني اللي هو الديوان. والديوان ده كان مهمته ان هو بيراقب الوالي. ده مفروض الوالي هو اللي بيمثل السلطان، نائب السلطان. لا، السلطان كان بيبعت الديوان يقول له خلي بالك من الوالي، الوالي ده ممكن ينفصل بالحكم، فخلي بالك منه وراقبه، ولو عمل حاجة غلط انا اللي بقول لك اعزله. كأني كده بقول لك ان الديوان سلطته كانت اعلى من الوالي. تمام. وبعد كده الحامية العثمانية. والحامية العثمانية دول خاصين بأفراد الجيش اللي هم بيحموا البلد من أي غزو خارجي أو عموما ليهم علاقة بالأمن. تمام. نيجي لآخر عنصر بقى اللي هم المماليك.
والمماليك دول كانوا عاملين زي المحافظين دلوقتي، يعني حد ماسك القاهرة، حد ماسك اسكندرية، محافظ اسكندرية، محافظ القاهرة. طيب المماليك دول ليه كانوا ماسكين المنصب ده تحديدا؟ لان المنصب ده كان عايز حد عنده خبرة بالبلاد، وهم اصلا اللي كانوا حاكمين البلاد قبل ما تيجي الدولة العثمانية. لو انت فاكر سليم الاول ومعركة الريدانية ومعركة قبليها مرج ضابق، كل المعارك دي اللي هم دخلوا مع المماليك وخدوا منهم الحكم. تمام كده. ودي كانت هتبقى غلطة كبيرة جدا، او هي غلطة كبيرة جدا، ان الدولة العثمانية اعتمدت على المماليك في الحكم، وهنشوف الكلام ده شوية. طيب يبقى كده نظام الحكم اللي موجود ده هو نظام قايم على الشك والريبة، كله بيراقب كله، فهو نظام سياسي مش سوي. طيب عشان كده بقولك نظام الحكم العثماني حمل في طياته، يعني داخله عوامل ضعفه. كأني بقولك ان الاساس بتاع النظام السياسي بتاع الدولة العثمانية اللي موجود نظام ضعيف، كله بيراقب كله. مدة حكم الوالي كانت قصيرة من سنة ل3 سنين، فهو جاي مش مطمن. تمام كده. كمان سلطة الديوان كانت عالية جدا، كانت بتعزل الوالي، فكل ده خلى ان فيه عوامل ضعف في النظام السياسي. طيب خليني اقول لك بقى، عشان الدولة العثمانية في اواخر القرن ال17 كانت ضعيفة جدا، فده هيخلي المماليك يطمعوا ان هم يرجعوا الامجاد بتاعتهم تاني، ان هم كانوا هم الحكام. فمتضايقين جدا، ازاي احنا كنا الحكام اللي ماسكين او اللي بنحكم مصر والشام والحجاز، وجات الدولة العثمانية شغلتنا عندها. طبعا ده اللي غلطت فيه الدولة العثمانية. تمام. وده اللي هيصلحه بعد كده محمد علي، هنعرف بعد كده. خلينا بقى دلوقتي نشوف الغلط اللي هيدفع ثمنه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت معينة واحد اسمه علي بيك الكبير. علي بيك كبير كان منصبه ايه؟ شيخ البلد. يعني ايه شيخ البلد؟ يعني الزعيم بتاع المماليك. زعيم المماليك بقى علي بيك كبير لما لقى الدولة العثمانية تحديدا يعني في 1768، يعني في القرن ال18، في النص التاني من القرن، تمام كده، لا الدولة العثمانية مشغولة جدا. مشغولة بإيه بقى؟ في حروبها الخارجية مع روسيا، عمالين يضربوا ببعض. قال لك إن الوقت ده وقت مناسب جدا. وقت مناسب لإيه؟ قال لك وقت مناسب إن أنا أرجع أمجاد الإيه؟ المماليك، وابتدي إن أنا أعمل إيه؟ أرجع الأملاك دي، وابتدي إن أنا أخد إجراءات فعلية لده. أنسب وقت. وفعلا عمل كده. طب عمل إيه بقى؟ عمل حاجات مهمة جدا وعليها أسئلة كتيرة جدا. عايزك بقى تركز معايا عشان الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. طيب أول حاجة عملها إن هو عزل الوالي العثماني اللي الدولة العثمانية بتبعده، وقال لهم ما تبعتوش والي عثماني تاني. الإجراء ده اسمه إجراء سياسي. إجراء إيه؟ سياسي. عزل الوالي العثماني. تمام. بعد كده ابتدى إن هو يمتنع عن دفع الخراج اللي هي الضريبة. ده إجراء اقتصادي، مش هندفع ضريبة تاني للدولة العثمانية. تمام. ابتدى كمان ان هو يحط على العملة صورته، ضرب اسمه على النقود وصورته. فكده الراجل ده قال لك انا عايز احقق استقلال اقتصادي، ان انا ابقى انا اللي ايه؟ العملة على اسم انا، خلاص انا حاكم دلوقتي. تمام. طيب وعمل ايه كمان تاني؟ اتحالف مع الشيخ ظاهر العمر. الشيخ ظاهر العمر اللي هو حاكم جنوب الشام، وقال له انا دلوقتي خلاص هرجع امجاد المماليك، يا ترى هتبقى معايا ولا هتبقى ضدي؟ فقال له لا انا معاك يا باشا، انت شكلك بتتكلم بجد، وشكلك كده ايه الموضوع ما بتهزرش فيه، فخلاص انا هلعب مع الورقه الايه؟ الربحانه، فهبقى معاك. تمام. وابتدى ان هو كمان يخضع الحجاز لنفوذه. الحجاز دي في شبه الجزيرة العربية، وبتمثل سلطة دينية، تتكلم في منطقة شبه الجزيرة العربية ومكة، فالحتة دي حتة دينية، فكده ده إجراء ديني اللي هو إخضاع الحجاز لنفوذه. حلو أوي. وفي الآخر بقى السلطان العثماني راح لمين؟ راح لأبو الدهب، إيده اليمين. قال له بقول لك يا أبو الدهب، أنا عايزك بما إن أنا عارف إن أنت قائد يعني ما بتكسرليش كلمة، عايزك تروح الشام وتاخد الشام
لصالحي. انت فاكر طبعا ان احنا كنا الشام دي كانت بتاعتنا. طبعا ابو الدهب قال له عينيا يا ريس، انت بتقول ايه؟ اعتبر الشام موجودة. طبعا ابو الدهب مشي دخل دمشق وخد الشام. حلو قوي. هناك بقى قابل مين؟ قابل السلطان العثماني. فالسلطان العثماني وابو الدهب دار ما بينهم حوار. السلطان العثماني قال له بقول لك يا ابو الدهب، هو انت جاي تاخد الشام؟ قال له اه طبعا، وكمان هنتصر عليك. قال له انت طموح قوي يا ابو الدهب. حلو قوي. خدت الشام وانا سبتك ما عملتلكش حاجه، وخلاص الحاكم الفعلي بقى شيخ البلد اللي هو علي بيه الكبير. انت استفدت ايه؟ انت خدت ايه؟ وابتدى ان هو يطمعه. وبسم الله ما شاء الله ابو الدهب كان طماع جدا. فقال له انت شايف ايه؟ انت عايز ايه يعني؟ قال له بص انا هعمل معاك صفقه حلوه قوي. ده مين اللي بيقول؟ السلطان العثماني. قال له انت ترجع لعلي بيه الكبير وتخش عليه، وقبل ما يقول لك اي حاجه اقتله. قال له اقتله؟ لا انا ما احبش القتل. قال له استنى بس، انت لما هتقتله انا هديك المنصب بتاعه، هتبقى انت شيخ البلد. فابتدى يفكر كده ابو الدهب. قال له بص ما تفكرش كتير، انت دلوقتي طموح وخدت الشام وانا سبتك تاخد الشام، ده على اعتبار ان انا هسيبك يعني. هترجع لعلي بيه الكبير، وعلي بيه الكبير هيبقى معاه مصر وهيبقى معاه الشام وهيبقى معاه الحجاز. انت بقى هيبقى معاك ايه؟ قال له تصدق صح. طب انت شايف ايه؟ قال له انت غبي ولا ايه؟ انا شايف ان انت ترجع وتقتل علي بيه الكبير وتبقى انت مكانه. قال له وعد يعني؟ قال له عيب، انا سلطان عثماني يعني ما بقولش اي كلام. قال له خلاص توكلنا على الله. المهم راح ايه؟ راح ابو الدهب وراح عمل ايه؟ راح قتل علي بيه الكبير وخد منصب شيخ البلد. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي يا مستر ان لولا خيانة ابو الدهب كان علي بيه الكبير رجع امجاد المماليك والدولة العثمانية دي كانت راحت منها مصر والشام والحجاز؟ عادت مصر ولاية عثمانية تاني بسبب خيانة ابو الدهب لعلي بيه الكبير دراعه اليمين. صحيح السياسة يعني ما فيهاش، عارف انت الحتة دي ما فيهاش الحتة دي، فاهمني انت طبعا. حلو قوي. مصر بقى كان وضعها عامل ازاي بعد ما بقى شيخ البلد هو ابو الدهب؟ مصر كان فيها عدم استقرار سياسي. كل الدول او كل المماليك بيتخانقوا مع بعض، كل واحد شايف ان هو احق ان هو يبقى الحاكم، او هو احق ان هو يبقى شيخ البلد، فكله عمال يضرب في كله. فلما جت الحملة الفرنسية، يقول لك كده سؤال: عند مجيء الحملة الفرنسية كان هناك استقرار سياسي. تقول له استقرار سياسي ايه؟ ده كان المماليك بيقطعوا ببعض. دي كانت مصر تحت حكم مملوكي ثنائي ما بين مراد بيه وابراهيم بيه، فازاي في استقرار سياسي؟ ده كان الوضع. والحملة الفرنسية جاية ما كانش في استقرار سياسي، كانت الزراعة والصناعة والتجارة، النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام السياسي كان كله كده على بعضه متدهور. وده كان الوضع عند مجيء الحملة الفرنسية. طبعا ان شاء الله الجزء اللي احنا خدناه ده هننزل عليه اسئلة من اكتر من مصدر باكتر من فكرة. تابعني ان شاء الله عشان يوصل لك كل الجديد. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير وسبسكرايب. كان معاكم مستر محمد صلاح مدرس التاريخ للثانويه العامه. وانتظروا ان شاء الله مني كل جديد ومفيد. السلام عليكم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد بكل ما يتوقع.